لما الإنسان بيتقبل كل شيء بيحصل له ما قدرش يغير فيه برغم إنه مجرد تقبل، إلا إنه بيتفتح له أبواب قوة مدفونة جواه، قوة مختلفة بتنعكس عن كل حاجة تانية، بتخليه يكتشف حقائق جديدة عن نفسه وعن البشر وعن الدنيا، حقائق بتخليه يعيد ترتيب حساباته وحجم كل شيء جواه. الصور بتختلف والرغبات بتتغير، حتى ملامح البشر بتتبدل. بيكتشف إن طاقات كبيرة قوي جواه كانت بتهدر في مكانها الغلط، حاجات كتيرة قوي كان وجع قلبه عليها وهي مش مستاهلة. قوة التقبل بتخليك تتوجع بس ما تقعش، تتمنى بس ما تتعلقش. استقبالك لكل حاجة بيتغير، الزعل بيتغير والفرح بيتغير، متوقع كل حاجة عن نضج مش عن إحباط. دايما عندك خطط بديلة. طاقة التقبل بتوجد جواك طاقة الاستغناء بالله، والاستغناء بيوجد قوة أكبر وأكتر. ومش المقصود بالاستغناء بالله إن يكون في لا مبالاة مع البشر أو تقصير وعدم اهتمام، بالعكس بنتعلم وقتها مراعاة صح، اهتمام بإنك تعمل اللي عليك وتتعامل بالصدق والإحسان، لكن مش اهتمام إنهم لازم برضو يرضوا عنك. كتير أصلا مش هيتقبل أو يستوعب تغييرك، وهتتفسر تفسيرات كتيرة غلط. قوة التقبل هتحميك من إنك تنجرف مع كل ده، هتتقبل من غير استبياع أو سلبية. التقبل بعد السعي بصدق وعزيمة ومراجعة وتصحيح أخطاء ومرجعية سليمة وتعلم هو بداية لقوة كتيرة قوي، هتهون عليك مواجهات كتيرة في الحياة، هيتوجد لك سلام وطمأنينة بتوعك انت لوحدك. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. استغفار ومراجعة أخطاء، وبعدها توبة ولجوء إلى الله بتقبل كل شيء، فالنتيجة يزدكم قوة إلى قوتكم. دمتم بخير.